السلام عليكم. تحية رياضية، تحية لجريدة 24 ساعة، وتحية رياضية لجميع المتبعين ديال نادي السريع واتز. بالنسبة للوضعية الرياضية ديال السريع واتزم، فهو تعيش واحد الوضعية في جميع الفرق، يمكن أحسن من واحد 70% ديال الفرق ديال القسم الوطني الثاني. استقرار على مستوى الإدارة التقنية، استقرار مالي، فالوضعية مريحة، وذلك يتجلى في أن السريع واتزم يحتل المرتبة الثانية على بعض النقاط على الصف الأول. فهذه الوضعية ما إلا أننا نقول أنها وضعية مريحة، وضعية ممتازة، فالحمد لله الوضعية مريحة. فالأشغال ديال الملعب البلدي تمشي بواحد الوسيرة جيدة، واحد الوتيرة متسارعة. فالأشغال تقريبا واحد 80% تنجزات، بقات واحد 20%. حنا كنا فتحنا وجهنا واحد الطلب للسيد رئيس الجامعة الملكية المغربية على باش يعاوننا في الأشغال ديال الملعب، فكانت استجابة من السيد رئيس الجامعة صراحة. ففي غضون هذه الأيام غادي تبدا اللمسات الأخيرة باش يكون الملعب واجد. شحال ديال الوقت، تقريبا من هنا لواحد شهرين 3 أشهر يكون الملعب واجد إن شاء الله، باش يكون فيه استقبال 3 شهور، المهم 3 شهور 4 شهور يكونوا موجود. دابا حاليا فالأشغال 80% وصلت. حنا في اللمسات الأخيرة، فبتضافر الجهود لا ديال المجلس البلدي ولا ديال الجامعة إن شاء الله، فغادي يكون واحد تحفة على مستوى الجهة، ملعب ممتاز، وهذا بتضافر جميع المتداخلين. من هذا المنبر تنوجه الشكر لرئيس المجلس البلدي ديال وادي زم، والسيد رئيس الجامعة، ومن سوى السيد عامل إقليم خليبكا، اللي صراحة دايرين واحد المجهود كبير باش يخرج هذا التيران للوجود، هذا الملعب يخرج للوجود. فهو ملعب من أحسن الملاعب ديال جهة بني ملال خنيفرة، فهذا ربح كبير للسريع واتزم والمدينة وادي زم. فشكرا لجميع المتداخلين اللي ساهموا في هذا الإنجاز. فالسريع واتزم يمكننا نستقبل ملي غادي يكون التيران إن شاء الله موجود في هذا الموسم. ما تنظنش مستبعد أنه يستقبل هذا الموسم، ولكن الموسم المقبل إن شاء الله فغادي نستقبلوا الملعب ديالنا إن شاء الله، وغادي يكون عندنا واحد الربح كبير اننا نستقلوا في الملعب ديالنا. كما تعرف الجميع حنا دابا تنلعبوا خارج المدينه ديالنا، وكاين شويه العناء ديال التنقل، لا ديال اللاعبين لا ديال الجمهور، اللي من هذا المنبر تنشكروه الجمهور المحب للسريع واتزم ولا الالترا ديال السريع واتزم، فهي كذلك تنشكروها ولا جميع المتداخلين في اللعبه. بالطبع فهذا المرتبه اللي تحت السريع واتزم فهي مؤديه للصعود ان شاء الله القسم الوطني الاول، ولكن احنا في هذه المرحله المقبله غادي نزيدوا نكثفوا المجهود ديالنا، ولنا الثقه الكامله في المجموعه، لا من الاطار التقني ولا الاطار، لا جميع الاطر، لا الاداريين لا التقنيين لا الرياضيين لا اللعابه ديال الفريق. فعندنا الثقه الكامله في الجميع انهم غادي يزيدوا يكثفوا من المجهود اللي داروا في الذهاب. فالمرحله المقبله هي مرحله صعيبه، صراحه مرحله صعيبه، فغادي نكثفوا من الجهود على اننا نحققوا الطموح ديال الساكنه ديال واتزم، هو الرجوع للقسم الاول، هو المكان الطبيعي ديال نادي السريع واتزم، اللي صراحه ولفنا اننا نكونوا في القسم الاول، ولكن قدر الله ما شاء فعل. حنايا ما غاديش نحطوا ايدينا، حنا تنافسوا على اننا ننتزعوا ورقه الصعود، فنكثفوا من الجهود ان شاء الله، والكمال على الله. بالنسبه لتاهيل اللاعبين، فحنايا وجدنا الملف اللي طالبه CCG غرفه في الجامعه الملكيه المغربيه، قدمناه للغرفه، فحنا ننتظر الجواب. في غضون هذا الاسبوع ان شاء الله غادي يكون عندنا الجواب باش يسمحوا لنا بتاهيل اللاعبين
سواء اللي انتدبنا ولا اللي كانوا باقيين عندنا 3 اللعيبه ما تاهلوش. فاحنا في التصدي ان شاء الله في هذا الاسبوع غادي يكون عندنا الجواب على تاهيل اللاعبين ان شاء الله. شكرا.